في دمياط الجديدة. ايوه دمياط الجديدة. طيب دمياط فيها لعيبة طبعا. ده كتير وياما طلعت لعيبة. وياما. عندك كتير، عندك من فلاجيني وانت جاي. ايوه طبعا رفعت الفناجيل طبعا. ايوه. انت ايه الصعب في ان انت مثلا دمياط تقدم لعيبة زي اللعيبة اللي انت قلتها مثلا؟ ايه المشكلة؟ كابتن مجدي بكل صراحة. بكل صراحة احنا في المطبخ والناس كلها عارفة والناس كلها فاهمة، قول بكل صراحة. بص يا كابتن مجدي، هقول لحضرتك برضه يعني لازم ننظف ده الاول عشان الكرة في دمياط تصلح. ماشي خليها في مصر بقى مش دمياط. طيب كمل. لا انا بقول لحضرتك يعني دمياط كان اساسا من فتره طويله كان فيها الغزل دمياط وفيها دمياط بيلعبوا في الدوري الممتاز بالظبط. وكان يعني عشان القائمين كانوا على الكوره في دمياط كانت الناس بتحب الكوره صح وبتحب البلد. تمام بالمعنى الاصح. دلوقتي كل واحد بيدور على مصلحته بس. طيب يعني انت المشكله دلوقتي بننظف ده ليه؟ يعني مالها المدربين مثلا من الاخر او مجالس ادارات؟ كل المدربين على دماغي من فوق ومحترمين واخوات وحبايب وكل حاجه، بس هو كل واحد يعني ليه حاجه معينه. انا مش عايز الكابتن مجدي يشتغل هنا. لا انا اشتغل بس انا. عايز دمياط تطلع. دمياط فيها النهارده عندنا مثل خولي، الزرقاء، السيرو، كفر البطيخ، عزبة البرج، شاطة، عزبة اللحم، مركز شباب دمياط، دمياط، غزل دمياط، كفر سعد، فرسكور، فيها فرقتين في الدوري. واخد بال حضرتك؟ الازازين. شوف 15 فرقة بيلعبوا دوري. ماشي. واخد بال حضرتك؟ ادي ال 15 فريق محترمين ومجالس ادارات محترمة. تمام. ليه ما شفتش لاعب خرج من الانديه دي في الفتره اللي فاتت لعيب كوره؟ مش هقول لك للمنتخب، لا هقول لك للدوري الممتاز. يا كابتن مجدي انت لازم تحرجنا. لا قول. انا عايز اوصل لنقطه معينه. نقطه معينه بس كلام عايزين والنبقى مجدي عشان لا لا قول بس. الخلاصه حتى المدرب اللي موجود بيدور على المصلحه القريبه. تمام. هو عايز اللعيب اللي معاه دلوقتي من الاخر المصلحه القريبه اللي عايز الفلوس. استفيد منه دلوقتي انما ما ابصش للمستقبل البعيد ان انا بس اعمل لاعب واصرف عليه واوديه واكسب من وراه. لا مفيش كلام. اوديه النهارده يرجع لي بعد بشهر علشان يقدر يستنسب منه فلوس. هو راح النهارده وتمام وزي الفل، بعدها بشهر ممكن يرجع لك تاني. انا عايز انهي على موضوع الاستثماري. اكيد. انت هتنهي ازاي؟ لا موضوع ولا بلاش نتكلم. هتخش حاجات كتير قوي يا كابتن مجدي. انت بص يا كابتن مصر، مش عارف اتكلم معاك فيها. لا انا هقول لك يا كابتن، بص غصب عننا في مدربين غصب عنهم بيشتغلوا استثماري غصب عنهم، بس هم غير راضيين. تمام انا متفق معاك، بس احنا دلوقتي بنقول مثلا انا كمدرب محتاج اصرف على بيتي، تمام، واصرف على نفسي عشان اقدر ادي للاعب امكانيات كويسه. صح؟ تمام. انت المعادله دي ازاي تعملها وفي نفس الوقت ما ناخدش من اللاعب فلوس عشان نمضيه؟ بالمناسبه انا مش شغال استثماري، انا راجل بمرن وبطور اللعيبه بس. كلام جميل. بس انا بتكلم بلسان مثلا المدربين احنا عندنا كده، احنا برضو نفس الطريقه. ماشي. انا باخد الناشئ بعلمه من يعني زي المدرسه الف ب. بيجي لك خام وانت بتبدا تعلمه لحد ما يبقى لاعب كوره. ولاعب كوره هتشوف دلوقتي، هتشوف مجموعه كويسه. تمام. واخد بال حضرتك؟ اللاعب الكوره ده اول ما بيشم نفسه مدرب تاني يجي يكلمه تعالى موديك الحته الفلانيه وهات فلوس. ياخده يفضل يجري بيه ويقعدوا في الشارع بعد كده. صح. انت ربيت وعلمت. قلت لك عليه هو بيستفيد منه الاستفاده القريبه. طيب انت دلوقتي عملت الصح، يعني ان انت علمته اسسته والكلام ده كلام جميل. صح؟ تمام. امتى بقى نمنع المدربين التانيين اللي بيستفادوا؟ ما تقدرش يا كابتن مجدي. ولي الامر عايز ابنه دلوقتي يبقى محمد صلاح، رونالدو كده. ابنه وهو قد كده لما يشوف ابنه لعب كورتين حلوين يقوم اخده من ايده. ولكن هذا حق مشروع على دماغي. انا ما بقولش ولكن هذا حق مشروع. انا عايز مصلحه ابني وعايز يبقى احنا ننصح اولياء الامور. خد ابنك، عايز توديه تعمل تسوي، انا ما عنديش مشكله ماشي. ولكن هتوديه فين ومع مين؟ صح. اللي هيستفاد منك. حلو. هيستفاد منك. يبقى نقول كده لاولياء الامور اللاعب المدرب اللي هياخد من ابنك فلوس علشان يخليه لاعب ده اكس بس. ده اكس. صح؟ هقول لحضرتك حاجه. اللاعب بيفرض نفسه على اي حد. برافو. لو ابنه مميز غصب عن اي حد. لو هو مين هتلاقيه بيقول لك تعالى انا عايز الواد ده. سواء من غير فلوس سواء بفلوس. هو المدرب اللي بره عنده رؤيه للولد. صح.
ما تاخدش ابنك وتقول له طب خد يا كابتن، ده انا الكابتن هيعمل لك، هيفخم في ابنك وهيفخم لك الدنيا، تمام. وفي الاخر ياخد ابنك يوديه المكان الفلاني، ابنك انت ميسور الحال. يا كابتن مجدي والله الواد ده هو انا ابوه ميسور الحال عايزيني وكذا، مضيه عندك شهرين واعمل له استماره وهناخد منه 30,000 جنيه. طيب اخد بالك؟ اتفق معاك. وبعد كده 3 شهور ولا شهر شكرا، وارجع تاني انت ابنك محتاج شغل كتير، خليه مع الكابتن اللي كان معاه. صح، يبقى هو استنسف منه فلوس. ده شغل المدربين دلوقتي.